اليوم عم تشتي رايحة المدرسة اليوم. ما بده يطلع بالفيديو. اليوم نوى رجع المدرسة أول نهار، فرحنا على المدرسة. بعد عنا ليلي بعد لها يومين وطه بعد له أسبوعين، وبعدين بصير فري. اوكي وصلت نوى على سكول. هلا ليلي جاية أما رفيقتها تاخدها ورايحين على البيتش. عم بتشتي، ما بعرف إذا رح يغيروا البلان. وبعدين أنا ببلش شغل على 11 اليوم. طلع لي هيدا الحبة بيقولوا لها عنا بلبنان فسفوسي، فبدي فوت شوف إذا في عندي الكحول حط عليها. اليوم أسوأ من امبارح كانت شوي بس حمرة. امبارح أكلت قطعة من الكيش اللي سويته، اسمها الأكل كيش، هي فطيرة البيض. ممكن لأول وجبة، ما بعرف امتى رح تكون أول وجبة، بس على الأكيد بعد الساعة 11. رح ياخدها لأول وجبة بعتقد، والعشاء بعد ما فكرنا فيه anyway. كمان بدي اخد كوبر نمشي، بس اول شي بدي انطر لحتى تجي اما رفيقة ليلي ويروحوا، بعدين بشوف اذا عندي وقت وبطلع. بس ان شاء الله ما يتغير الجو. اذا تغير الجو كتير صارت تشتي، هلا عم هيك تبخبخ شوي. اذا كتير قويت ساعتها بدنا نعمل رياضة اليوم بالبيت. هذا الاسبوع نزلت كمان كيلو، فكتير منيح. صاروا 4 كيلو ونص خلال 3 أسابيع. إذا بوصل لل5 كيلو بعد الشهر بكون رائع. بس لنشوف. anyway النزول كتير منيح وكتير healthy. كيلو بالأسبوع جدا رائع. المهم ما يوقف الوزن، مع أنه حتى لو وقف شوي ما عندي مشكلة، المهم ما يعلق يعني. so anyway خليني فوت شوف هاي شو بدي أعمل فيها وبعدين بنحكي. اوكي خلصت الشغل، هلا الساعة 2 إلا. أطلع أنا وكوبر شي ساعة نمشي، مش ساعتين، ما عندي ساعتين لأنه لازم أرجع قبل ما يخلصوا الولاد مدرسة. فيلا. اوكي ما بعرف وين طار النهار، بس هلا صارت الساعة 5 وانا نوى رايحين نودي الهدية اللي اشتريتها امبارح لابن صاحبتي، لانه هو رفيقه لنوى، فبيتهم مش بعيد. فحنطلع هلا ننزل الهاي، نسلم عليهم على السريع ونرجع بعدين على البيت ونشوف شو بدنا نعمل للعشاء.
البندورة اللي فوتها من يومين، شوف كيف صارت حمرة ما أحلاها، كتير طيبة. اليوم رح نعمل منهم سلطة. هاي البيكربونات الصودا، في عندي نمل بالجرين هاوس فبدي رش. كمان بيغذي كتير الزرع على فكرة. بيكنج صودا كتير منيح. اوكي جبت قنينة رح نحط فيها شوي من البيكنج صودا وبعدين مي من فوقها. خليني استخدم الايدتين لانه عم نعمل مس هيك. مش لقيتي مي. نشرب. اوكي خد منيح. هاي شادو وهاي كوبا. ما عم تشتغل التصاصة. اوكي هلا لازم فوت نسوي الاكل. عليك جيب لي طباخ. جيب لي طباخ ما بدي اطبخ. اوكي الجو اليوم كان تعيس الصبح، هلا قلب وصار كتير حلو. الشمس طلعت، السماء صافية. انا قاعدة على الحشيش كمان. اليوم رايق شادو. بس ابع اليكس. شوف شو بدنا نعمل فيها. هيدي ايه بس ما بعرف اذا لازم نخلعها هلا او نخليها تكبر بعد شوي. ليه؟ في هاي كمان بس بعد صغيرة حاسستها. شوف هاي كمان مثل اللي شلتها. شي يا اوه تعال في عليها سلق هالقد تعال شيلها. عم تتغذى ما شاء الله. شوف مأكولة 3/4 بس شوفها حية شايفة هيوج. الأليكس شيل السلاج قال لي حرام عم تاكل بس تخلص. شوف أنا عليه عن جد حنون جوزي. البطاطا بعد عم تطلع لحالها لفوق. ما في داعي نحفر لها أبدا. لازم نلاقي يوم نطلع كل البطاطا كتير. وهيدي لازم قصها قبل نفوتها على البيت لانه شيلها بالجذع تبعها. هاي السلطة قطعتها، سلطة كيرلي غسلتها وقطعتها. هلا رح نضيفها البشرات. هلا بدنا نغسل كمان بندورة. هدي بندوراتي احمروا بنغسلهم. حط كم وحدة ما حطهم كلهم كتار لأن هلا رح احط كمان قرن حر كمان من حريتي. حلو لما اعمل السلطة كلها تقريبا من شغلات انا زرعتها. الخيار اللي كنا مقطفينهم اليوم اكلون الاولاد فما رح نضيف خيار لها. رح احط سماق نشي حلوة. تعرفوا فوائد السماق لازم تستخدموها كل يوم، فوائده رهيبة رهيبة. اوكي هلا رح احط ملح. حطيت ملح او فلفل اسود وبودرة ثوم. هو انا بفضل يعني حط لها حص من الثوم بس ما لي خلق.
خل تفاح، شي 3 ملاعق حلوين، واخيرا زيت زيتون. اوكي طلعت الباقيين من البراد، شفتوا امبارح اكلنا قطعه واحده واليوم ما تروقتها. لما رحت اتمشى انا وكوبر اكلت بلاك بيري على الطريق، كم حبه يعني، فهديكي كان تقريبا قطعت صيامي عليها. اوكي رح احطهم بالفرن وسخنهم، رح اكلهم انا والكس اليوم مع السلطه الجميله. في حدا عم يسالني او كتب تعليق كاني هيك شفت المهم طعمه اكيد طيبه، ولو ما طيبه كنت قلت لكم قبل ما سكرت الفيديو. بصراحه انا جدا يعني وهذه الاكله مش اول مره بسويها يعني، فبس إلي زمان كنت ما مسويتها. anyway هذا العشاء، سلطة الحلوة من جنينتنا وقطعة الكيش من امبارح. اوبس. اوكي قبل ما ننهي فلوج اليوم رح جاوب على سؤال من تعليقات فيديو امبارح. شو رأيك بداية البحر الأبيض المتوسط؟ دايت كتير حلوة والمفروض كل الناس تمشي عليها لما بدها تكون عم تاكل أكل صحي بغذي جسمها بيعطيها كل حاجته، بس بدون حرمان. مش بس بدون حرمان، خصوصا بدون حرمان. بس في بعض الشغلات اللي لازم الواحد ينتبه لها، خصوصا لما بيكون ناقل عليها من لو كارب. أول شي بده يكون الواحد كتير حذر بالنقل، يعني بتبلشوا مثل ما أنا عم بعمل هلأ، تاخدوا يوم بتعلش فيه الكربوهيدرات بشكل بسيط، تمشوا فترة تلاقوا جسمكم ووزنكم مستقر ومبسوط عليها لهي التغيير، بتزيدوا يومين، بعدين بعدها فترة بتزيدوا 3، وهيك بالتدريج لحتى توصلوا ل5 كل أيامكم تكون دايت البحر الأبيض المتوسط. وبهي الطريقة الواحد بيقدر، هي دايت كتير حلوة للناس اللي بتثبت وزنها وخلص تمشي أسلوب حياة، مثل ما قلت ما فيها حرمان. هي كمان في بعض الناس اللي لازم تنتبه كتير منها، مثل الناس اللي بتعاني من الأمراض المزمنة، بعض الأمراض المزمنة مثل الضغط، السكر، الغدة، المبايض. هدول الناس جسمه ما بيستحمل كربوهيدرات عالية، ودايت البحر الأبيض المتوسط بتعتمد على الكربوهيدرات الصحية بس كربوهيدرات عالية. فممكن إذا بيمشوا 7 أيام بالأسبوع بهي الطريقة ما يكون كتير مناسب بالنسبة إلهم. ما في ضرر إنه الواحد يجرب، لأنه من جسم للتاني بتشوفوا ردة فعل الدايت بطريقة مختلفة، فما في قاعدة لكل الناس يمشوا عليها. بس هدول الناس خصيصا بدهم ينتبهوا. هي كتير حلوة للناس اللي عندها أمراض قلبية، عندها مشاكل بالهرمونات. بس هل هي جيدة كتير لتخفيف الوزن؟ ممكن الواحد ينزل عليها إذا دخل صيام متقطع وحسب سعرات، ممكن ينزل عليها بالوزن، بس هي للتثبيت أكتر، للواحد يمشي عليها كأسلوب حياة. اللي منه ناوي يمشي كيتو أسلوب حياة، المفروض ما يمشي على الكيتو أكتر من 6 شهور، يحاول يخسر أكتر وزن بيقدره خلال هاي 6 شهور، وبعدين شوي شوي يقلب للو كارب، وبعد اللو كارب لدايت البحر الأبيض المتوسط. بهيدي الطريقة الواحد بيطلع بطريقة سليمة وبيرجع بياكل كل شي، بس بالتدريج، لازم يكون بالتدريج. كمان بعض الأشخاص اللي مثلا كانوا على الكيتو أو اللو كارب سنين، أوكي، أغلبية هدول الناس وأنا واحدة منهم بصير في حساسية كربوهيدرات. فإذا الواحد رفع الكربوهيدرات رح يزيد بالوزن بشكل كتير كتير سريع، مثل ما صار معي أنا وقت مرضت، لأن أنا وقت مرضت كنت ماشية على دايت البحر الأبيض المتوسط طول الوقت.
أكل صحي بس عالي بالكربوهيدرات. فأنا كان إلي فترة 4 سنين يمكن على الكيتو، فجسمي عمل ردة فعل كتير قوية، بس أنا ما كان عندي حل. ما كنت أقدر أطلع بسلاسة، كان لازم وقف الكيتو immediately لأنه الكلى تعبانة، فما كنت عم بقدر أكل لحوم وحتى خضار بالطريقة اللي أنا كنت عم طبق فيه الكيتو. كان لازم أطلع بطريقة سريعة، فمشان هيك زدت بالوزن كتير. لما بدكم تتركوا الكيتو ما تعدوا عليه كتير إذا هذا هدفكم بالنهاية. مش مستحيل تتركوا الكيتو، بس بدكم تاخدوا وقت كتير لحتى ما توصلوا لأنه تاكلوا أكل طبيعي بدون ما يصير في زيادة بالوزن. ما عم خوفكم، هو الهدف الواحد إنه يوصل لمطرح يكون مرتاح. ما في الواحد يعيش على دايت هو ما حاببها أو منه مرتاح عليها. بس لازم يكون دارس كل خطوة عم بيساويها مشان ما يرجع لنقطة الصفر. شكرا لمتابعتكم، بشوفكم بكرة بفلوج جديد. باي باي.